هل حسيتوا بعد أول يوم عيد إنكوا تعبانين نفسيا وجسديا؟ البيت رجع تاني مكركب، الزيارات كانت كتيرة، وكل ده مخليكي حاسة إنك مش قادرة تتحملي. لو ده حصلك الفيديو ده ليكي بالظبط. هنتكلم فيه عن السبب الحقيقي لتعب الأمهات بعد أول يوم عيد، وهنشارك نصايح عملية علشان تخرجي من الإحساس ده وتستعدي هدوئك وفرحتك. فخليكي معايا للآخر لأنك هتكتشفي إن تعبك ده طبيعي ومفيش حد لوحده، وفي حلول بسيطة جدا هتخليكي مرتاحة من دلوقتي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلينا كلنا صراحة مع بعض ان العيد بيبقى تجربة مليانة مشاعر متضاربة لكل ام. اولا اللي هو ضغط الزيارات، زيارات العيلة والجيران، الكل بيتوقع منك ان انت هتكوني ممتازة، والمقارنات بين الاطفال وقت ما بنكون عند الناس. يا ربي، العيال التانية شكلها عامل ازاي، صور السوشيال ميديا الناس بتنزل ايه مثلا في العيد وكده، التعليقات اللي بتخلي الام تحس ان هي مش كفاية. تالت حاجة التعليقات اللي مش دايما بتكون لطيفة، يعني ان حد يقولك البيت بتاعك مش مترتب قوي، ايه ده انتي مش حاسين بالعيد ولا ايه، او الاكل اللي مش زي السنة اللي فاتت. الكلام ده صغير قوي بيبان لكنه بيأثر جدا في نفسيتنا. واخيرا هو التعب الجسدي، انك نظفتي وطبختي ورتبتي البيت، وقلة النوم، كل ده بيزود شعور الارهاق النفسي عندك. كل ده طبيعي جدا، بس مش معنى كده انك فاشلة او انك مش ام كويسة. ده شعور كل ام بتعدي بيه، خصوصا بعد يوم مليان ضغط زي اول يوم العيد مثلا. يعني انا بحس بتعب نفسي مش مجرد ارهاق جسدي، بيبقى كده زي ميكس من الضغط، المقارنات، التعليقات، التوقعات الكبيرة اللي بحطها على نفسي، ولكني بقنع نفسي ان ده شعور طبيعي جدا، كل ام اكيد بتمر بيه مهما كان شكل العيد او ترتيب البيت عندها. طيب احنا ليه بنحس اصلا من الارهاق النفسي ده؟ اول حاجه ضغط الزيارات والضيوف، يعني كل الناس اللي حواليك بيكونوا متوقعين منك انك هتكوني ممتازه جدا اليوم ده، بيتوقعوا بيت مترتب جدا، اكل لذيذ، اطفال مؤدبه، وده بيخليكي تحسي انك مضغوطه من اول دقيقه لاخر دقيقه. تاني حاجة المقارنات، ان احنا بنقارن نفسنا بأمهات تانية، زي مثلا انك تشوفيهم على السوشيال ميديا او يجوا يزوروكي، او حتى بتاعت صور العيد اللي من السنة اللي فاتت. دايما بنحس ان احنا مش كفاية. والتعليقات بقى، يعني حتى لو كلمة بسيطة من حد على البيت او على الاكل ممكن يعملي توتر لليوم كله. كمان تعب الجسدي، ان انا نضفت وعملت طبيخ ومش عارف ايه، وقلة النوم بتاعتي، كل ده بيتجمع مع بعضه ويعمل شعور جوايا زي الاحتراق النفسي كده. فانا لازم اقبل مشاعري بقى. يعني خلينا نركز على اهم خطوة، وان انتي تقبلي مشاعرك من غير ما تحكمي على نفسك. لو انتي حاسة بالعصبية او التعب او الاحباط، ده طبيعي جدا، ما تحكميش على نفسك، ما تقارنيش نفسك باي ام تانية. كل واحدة فينا ليها ظروفها، فقولي لنفسك انا كفاية وانا عملت اللي انا اقدر عليه، وده كويس قوي. لما نقبل مشاعرنا بدل ما نحاربها، العقل بتاعنا هيبتدي يهدى والجسم هيقدر يستعيد طاقته بأسرع. وحقيقي قبول شعورك انتي هو مفتاح الراحة اللي هتحسي بيها بعد اول يوم عيد. خلينا نقول افكار، وده اللي انا ابتديت اعمله لنفسي، ان انا افكر نفسي ان انا كأولوية. يعني اخد دقيقة لنفسي قبل ما ابدأ اي حاجة، حتى لو 60 ثانية بس، متخيلة؟ اتنفسي كويس جدا، ركزي على نفسك، وقرري لنفسك كده انك تسمعي نفسك ان انت كفاية، وان انت هتكوني هادية، وان انت تقدري تكملي اليوم ده. اسمعي جسمك، وده انا بقوله لكم كتير قوي. لو جسمك تعب اعرفي حدودك فين، مفيش داعي انك تعملي كل حاجه بنفسك. لو محتاجه مساعده خلي جوزك او حد من العيله يساعدك في اي مهمه بسيطه، لان ده مش ضعف، ده ذكاء وحرص على راحتك النفسيه والجسديه. وفي فيديوهات احنا اتكلمنا فيها كتير جدا في بلاي ليست هتلاقوها اسمها وداعا للمثاليه، انصحكم جدا تشوفوها لان هي غيرت فيا وغيرت في ناس كتير قوي. ودايما اعتمدي قاعده، هي انك تحسي انك عايزه تنظفي مثلا كل البيت وتعملي الاكل وتجيبي شوكولاته العيد وتلبسي الاولاد كلهم في وقت واحد. ده غلط، انك تعملي قاعده انك تركزي على حاجه واحده بس في المره، هتحسي براحه كبيره جدا. اختاري اهم حاجه في الحاجات دي كلها واعمليها، والباقي سيبيه بعدين او خدي لهم بالترتيب. وبعيد بعيد بعيد تماما عن السوشيال ميديا، ابعدي عن المقارنات بتاعت اليومين دول بقى بتوع العيد ومش عارف ايه. الصور الكاملة والجميلة ممكن تخليك تحسي ان انت عندك نقص، بس الحقيقة ان كل ام عندها التحديات بتاعتها ورا الكاميرا اللي انت مش شايفة فيها كل حاجة. كمان اتكلمي مع نفسك بلطف، يعني اكتر حاجة كنت بعملها غلط لنفسي ان انا كنت بقعد اجلد نفسي على طول. الطريقة اللي بتتكلمي بيها مع نفسك مهمة جدا، بدل ما تقولي انا فاشلة او انا مش كفاية، جربي تقولي ان انت عملتي كل جهدك النهاردة، وان انت ام جميلة جدا. كلماتك لنفسك ليها تأثير مباشر على شعورك النفسي. وخليكي دايما عارفة ان شعور التعب النفسي بعد اول يوم عيد ده طبيعي جدا، ومفيش ام لوحدها بتحس الكلام ده. المهم ان هو ما يكونش حاجة مثالية، المهم وجودك انت الحقيقي، ضحكتك، لعبك، حضنك لولادك، اهتمامك بحبك. اللحظات دي هي اللي هيفتكرها عيالك طول عمرهم، مش بس السفرة ولا البيت المترتب ولا اي حاجة. مش هيفتكروا بس غير اللحظات اللي كانوا بيكونوا مبسوطين فيها، زي ما احنا كده واحنا صغيرين ما كناش بنفتكر اي حاجة غير اللمة والانبساط والضحك. لكن لو جيتي افتكرتي كنت بتاكلوا ايه مش هتفتكري، ولا تفتكري كان كمان طعم الاكل شكله عامل ازاي، لكنه كان طعمه حلو جدا بالمحبة والروح اللي كانت موجودة في وقتها.
بعد اول يوم عيد مهم جدا انك تعرفي اهم حاجه ليكي انتي، ان مش كل حاجه لازم تتعمل مره واحده. لو البيت بتاعك مش مرتب، ركزي على المناطق المهمه بس، مثلا المطبخ، المكان اللي بيقعد فيه الاطفال، الحمام. لو عندك صور او هدايا ما اتلمتش خليها لبكره، مش لازم كل حاجه تخلص النهارده. ركزي على وقت الهدوء لنفسك، زي ما قلت لك 15 دقايق بس في اليوم، انك تشربي فيها حاجه لنفسك او انك تاخدي نفس عميق، ده هيغير مزاجك انت بشكل كبير قوي. واهم حاجه بننسى نعملها لنفسنا، وهو ان بعد يوم كامل من الضغط ده جسمك وعقلك هما بيبقوا محتاجين يرتاحوا شويه. فقسمي يومك لدقايق قصيرة لنفسك، يعني حتى لو 10 دقايق من غير أي مسؤوليات، بس مثلا متفرقين على اليوم. حاولي تمشي أو تعملي حاجة بتحبيها، اقري، اسمعي بودكاست، اسمعي فيديوهاتي، أو حتى اسكتي يا ستي في البيت خالص. لو أطفالك صغيرين ممكن تخليهم يلعبوا في مكان آمن حواليكي، وانتي تاخدي دقيقة واحدة بس مع نفسك. المهم إن كل دقيقة تاخديها لراحتك هي هتفرق في شعورك النفسي، هتخليكي تبصي للعيد من منظور مختلف، متعة وفرح بدل الضغط. وخدي بالك بعد اول يوم عيد اهم حاجه تعرفيها ان مش كل حاجه لازم تكون مثاليه. الاولاد مش هيفتكروا البيت المترتب زي ما قلتلك، ولا هيفتكروا السفره اللي كانت مليانه اكل، هيفتكروا ماما ضحكت معاهم، حست معاهم بالحب، او كانت موجوده فعلا. العيد الحقيقي هو اللحظات دي اللي فيها ضحك ولعب وحضن، المشاعر اللي بتفضل دايما محفوره في قلبهم. وفي النهايه التعب النفسي بعد اول يوم عيد طبيعي جدا، ومفيش ام لوحدها بتحس بالكلام ده. المهم تتقبلي شعورك، ترتبي اولوياتك، تمنحي نفسك مساحه، تفتكري ان ذكريات اولادك مش في الاشياء الكامله، لكن في اللحظه اللي ضحكتي فيها معاهم وفرحتي فيها معاهم. العيد ده مش سباق، العيد مش امتحان، العيد هو اللحظه اللي فيها حب وفرح هتفضل دايما محفوره في قلبك وقلب اولادك طول العمر. خدي نفس عميق وابتسمي واعملي خطوه صغيره لنفسك، هتحسي بفرق كبير جدا على طول. ولو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تشجعيني بلايك وسبسكرايب للقناه علشان تشوفي كل الفيديوز الجديده اللي هننزلها. واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.